هو انا زوجي رافض ان انا اشتغل، حاسه ان انا كل هدفي في الحياه ان انا اخدمه وبس، ما بعملش اي حاجه تانية لنفسي. تمام. بصي، هو المشكله المتصدره في السوشيال ميديا عامه دلوقتي ان السترونج اندبندنت وومن لازم تنزلي تشتغلي، لازم يبقى في كذا، لازم يبقى ليكي كيان وكارير، ودايما صدروا فكره ان الست كيانها كله هو في الشغل مش البيت. رقم 2، كتر انتقاد الراجل للست والتقليل من دورها في البيت، ويقعد يقول لها هو انت اصلا بتعملي لنا ايه؟ هو انت فاكره نفسك ست؟ هو انت بيخلي الست مش حاسه بقيمه اللي بتعمله جوه البيت، فطبيعي يجي لها الشعور ده. لكن هي لازم تبقى عارفه ومقدره تماما ان نجاحها الاساسي هو نجاح البيت، نجاحها مع زوجها، نجاحها مع اولادها، نجاحها في بيتها. طب وانا الدنيا متاحه معايا دلوقتي اونلاين، اشتغل اونلاين، ادرس اونلاين، ليا اصحاب كتير اونلاين. لو الموضوع متأزم قوي ان انا انزل اشتغل وهو رافض تماما، الاقي مساحه تانية بدل ما اخلي الشيطان يقعد يسول ليا انه هو ضغطني، هو انا ماليش لنفسي. لا، احط اهداف لاولادي ولبيتي ولزوجي عشان دول الاساس، ونجاحهم في الحياه عامه ونجاحي في العلاقه معاهم ده الاساس.